I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. في سنة 2004 وبالتحديد يوم 2 في شهر 6 بيقرر رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي تعيين المدرب البرتغالي الصاعد في الوقت ده جوزيه مورينيو كمدرب لفريق تشيلسي علشان يخرج على الجمهور في أول مؤتمر صحفي ويقول جملته الأشهر: أنا مش مدرب عادي، أنا سبيشال وان. Jose Mourinho, he is the special one. He told us he was the special one. جوزيه مورينيو الشخصية الأكثر إثارة للجدل في ال25 سنة الأخيرة من تاريخ كرة القدم بتصريحاته وخناقاته وحتى كمان احتفالاته. ولكن السؤال الأهم دلوقتي هو مورينيو فين؟ وإيه اللي وصل مدرب كل أندية العالم بتتخانق عليه لمدرب بيدرب في دوري بره التوب 5؟ لا وكمان مش أقوى فريق في الدوري ده. وعلشان نجاوب القصة دي لازم نحكي القصة من أولها. جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو اتولد في 26 يناير 1963 في مدينة سيتوبال في البرتغال، واللي مش كل الناس تعرفه إن أبوه فيليكس مورينيو كان حارس مرمى في نادي فيتوريا سيتوبال وكمان كان مدرب، وده اللي خلى جوزيه الابن نفسه يطلع زي فيليكس أبوه. ولما بيوصل 18 سنة بيروح يلعب في نادي ريو إيفي، النادي اللي كان أبوه فيليكس في الوقت ده بيدربه. رغم إنه كان لاعب وسط مستواه مش أحسن حاجة، لكن كان بيساعد أبوه فيليكس في التدريب وجمع البيانات. وفعلا في الموسم ده بينجح هو وأبوه فيليكس إنهم يخلصوا في المركز الخامس في الدوري، المركز اللي عمره ما النادي ده عرف يوصل له قبل كده. وده خلى جوزيه وفيليكس فخورين بالإنجاز بتاعهم، وظهر عنده شغف شوية ناحية التدريب، علشان بعد 7 مواسم بس كلاعب كورة بيقتنع مورينيو إنه مش لاعب كورة كويس ومش هيقدر يضيف حاجة للفريق. علشان كده بيروح يدرس علوم رياضية في جامعة لشبونة، وهناك قابل ناس أثرت فيه وفي حبه لكرة القدم زي كارلوس كروش، أيوة هو بتاع منتخب مصر، وجوزفالدو فيريرا، أيوة هو بتاع الزمالك. دي الدنيا ضيقة أوي والله. بعد ما بيخلص دراسة بيروح على اسكتلندا علشان يحصل على شارة التدريب من الفيفا ويكون مدرب معتمد، وفعلا بيحصل عليها وبيبدأ في سن ال30 في التدرج في مهام التدريب من ناشئين وفرق صغيرة زي فيتوريا سيتوبال وغيرها. في سنة 92 بيتعاقد نادي سبورتنج لشبونة مع المدرب الكبير بوبي ريبسون اللي كان بيدرب المنتخب الإنجليزي ونادي PSV، واللي كان محقق معاهم نتائج كويسة جدا. وبعد التعاقد بيدور روبسون على مترجم يكون فاهم في التكتكس والكورة، وفعلا بيتم ترشيح جوزيه مورينيو في الوقت ده اللي كان بيتكلم فيه 3 لغات، البرتغالية والأسبانية والإنجليزية، وبيتم تعيين مورينيو في الطاقم الفني فعلا. والحقيقة إن التجربة دي فادت مورينيو فعلا، لأن كون علاقة صداقة مع روبسون اللي بدأ مع الوقت يستشيره في التكتكس والتدريبات. ولكن بعد نص موسم بوكيل رئيس النادي المدرب روبسون، وده لخلاف شخصي معاه، علشان يدخل نادي بورتو بسرعة في مفاوضات مع روبسون ويعينه كمدرب للفريق في صيف 94. وروبسون بيصر على إن جوزيه مورينيو يكون معاه، بس مش كمترجم المرة دي، لا كمساعد مدرب. وهنا نقدر نقول إنها البداية الحقيقية لجوزيه مورينيو في عالم التدريب. وبعد 2 من النجاح الكبير مع بورتو بيتواصل نادي برشلونة مع روبسون في صيف 96 علشان يكون المدرب بتاعهم خلفا ليوهان كرويف. وطبعا روبسون خلاص بقى شايف ان مورينيو بقى جزء اساسي من طاقمه التدريبي، علشان كده بيقرر ان ياخده معاه في تجربته الجديده في برشلونه. بعد 4 سنين كامله قضاها مورينيو في برشلونه واستفاد من خبرات مدربين كبار زي روبسون وفان خال، بيقرر انه جه الوقت انه يكون مدرب ويعبر عن افكاره بطريقته هو. علشان كده في سبتمبر سنه 2000 بيقدم نادي بنفيكا عرض تدريبي لمورينيو لمده 6 شهور، وفعلا بيرجع مورينيو للبرتغال وبيقبل العرض، ولكنه كان بيواجه صعوبات كتير زي الدعم المادي اللي كان قليل جدا، وده اللي خلاه يعتمد على الشباب بشكل أكبر ويصعد عدد من الناشئين. وفي خلال المدة دي قدر مورينيو بأسلوبه وقتها وطريقة لعبه اللي كانت معتمدة على الشباب زي ما قلنا إنه يكون في المركز الرابع بفرق 4 نقط بس عن المتصدر لشبونة اللي نجح إنه يكسبه بثلاثية نظيفة. ولكن بعد ال6 شهور ما بينتهوا بيرفض مورينيو إنه يجدد عقده مع بنفيكا بسبب الإدارة اللي كان دعمها المادي ليه مش مناسب توقعاتها وطلباتها
طلباتها في الوقت ده. بعد ما الخبر ده بينتشر بتبدأ الأندية بعروضها عليه علشان يوصل له 3 عروض في الوقت ده، وهم سبورتنج لشبونة المتصدر وأتلتيكو مدريد الأسباني، والعرض الثالث كان لفريق أونياو لييرا. وطبعا أنا مش محتاج أفاجئك بقرار مورينيو، أيوة زي ما أنت توقعت بالظبط، العرض اللي بيختاره مورينيو هو عرض أونياو لييرا، وده على الرغم إنهم عارضين عليه نص المرتب اللي كان مع بنفيكا، لكنه بيقبل علشان الإدارة هتكون داعمة ليه، وكمان هيقدر ينفذ أفكاره بحرية كاملة. وفعلا بيبدأ مورينيو شغله بسرعة مع الفريق، وبشوية تعديلات بسيطة في نظام الإدارة وجدول التدريبات وشكل التدريبات بينجح مورينيو إنه يحول الفريق لفريق بينافس على الدوري، وبتبدأ الجماهير تتعلق بيه. وفعلا بعد موسم ونص من النجاحات في الفريق، وفي يناير 2002 بيتقدم لمورينيو 4 عروض، منهم نادي بنفيكا تاني، ولكن بيختار مورينيو نادي واحد بس، وهو نادي بورتو اللي كان في الوقت ده في أسوأ الفترات في تاريخه، علشان يخرج لينا بعد أول مؤتمر ويقول: في الظروف الطبيعية سنكون الأبطال، وفي الظروف الغير طبيعية سنكون أبطال أيضا. مفيش جملة أحسن من دي علشان تعبر عن شخصية جوزيه مورينيو في الوقت ده، وهو بيقول للجمهور: خليكم واثقين فيا إننا هنكون النادي البطل. تحسه كان شايف حاجة في ظل كل الظروف السيئة للنادي، وده اللي بيميز مورينيو عن أي مدرب تاني، إنه مدرب صريح مش بيجمل الكلام اللي في دماغه، اللي شايفه هقوله من غير خوف من الإدارة ولا حتى الجماهير. وفعلا بعد أول 15 ماتش مع الفريق بيكسب 13 منهم، وبينتهي الموسم في المركز الثالث، وده كان إنجاز كبير بالنسبة للسكواد بتاع بورتو وقتها علشان الإدارة تثق فيه. وفي صيف 2003 بيمضي النادي مع 6 صفقات، كان أبرزهم باولو فيريرا من نادي فيتوريا سيتوبال، علشان بعد التدعيمات دي وبخطة 4-3-1-2 وبلعيبة متوسطة في الأغلب، بينجح مورينيو إنه يكون أول 21 ماتش ليه بدون أي هزيمة مع بورتو، علشان يكون هو المتصدر للدوري البرتغالي. لا وكمان بيوصل نص نهائي الدوري الأوروبي أمام لاتسيو الإيطالي علشان يقدم ماتش عالمي ضدهم في الذهاب، اللي على الرغم من استقباله الهدف الأول إلا إنه بينجح إنه ينهي المباراة في الذهاب بنتيجة 4-1 والعودة بالتعادل السلبي علشان يتأهل للنهائي الأوروبي ويقابل نادي سيلتيك الاسكتلندي. ولكن قبل النهائي كان في معركة الدوري اللي بعد عدد قليل من الماتشات بينجح مورينيو إنه ينهي الدوري بفرق 11 نقطة عن الوصيف بنفيكا اللي كان عنده 75 نقطة في الموسم ده، وبيرجع مورينيو علشان يحضر النهائي اللي هيقابل فيه نادي سيلتيك زي ما قلت لك، علشان ينجح مورينيو في حصد اللقب الأوروبي الأول بعد مباراة كانت كلها حماس. Jose Mourinho's side hold on and they win the UEFA Cup. In this meeting of 2 sides who have been European champions before. لا وكمان بيروح يكسب ناديه السابق ديلييرا في نهائي كاس البرتغال. لا وكمان بيكسب نفس الفريق في السوبر البرتغالي، وبيخسر السوبر الأوروبي أمام ميلان اللي كان بطل دوري الأبطال، علشان يكون في أول موسم ليه مع بورتو يحصل على الرباعية مرة واحدة. إنجاز عظيم في تاريخ بورتو. يمكن تفتكر إن دي النهاية، بس بالعكس دي كانت البداية. فاكر الرقم بتاع الموسم اللي فات اللي هو 21 ماتش بدون هزيمة؟ انساه بقى، لأن موسم 2004 بينجح مورينيو مع فريق بورتو بقيادة لاعب خط الوسط ديكو اللي كان وقتها أفضل لعيب في البرتغال، إنهم يلعبوا 28 ماتش بدون هزيمة واحدة في الدوري البرتغالي. أما بقى في دوري الأبطال فبورتو كان موجود في مجموعة فيها ريال مدريد ومارسيليا وفريق صربي اسمه بارتيزان، وبعد 6 ماتشات بينجح مورينيو إنه يصعد لدور ال16 في المركز الثاني ب11 نقطة علشان توقعوا القرعة مع مانشستر يونايتد بقيادة السير فيرجسون. بيقدم مورينيو في الماتشين دول أفضل مبارياته في تاريخه علشان ينجح إنه يكسب في الذهاب 2-1 ويتعادل في الإياب على ملعب الأولد ترافورد 1-1 في نتيجة مفاجأة للجميع علشان يتأهل لربع النهائي ويقابل نادي أولمبيك ليون اللي كان وقتها منافس صعب جدا. ولكن بينجح مورينيو إنه يكسب بمجموع الماتشين 4-2 علشان يتأهل ويقابل نادي الطفرة في الوقت ده دوبورتيفو لاكرونيا، واللي كنا عملنا عنه فيديو مخصوص تقدر تشوفه من هنا. وفي مباراتين كان عنوانهم الدفاع ثم الدفاع، بينجح مورينيو إنه يتأهل للنهائي بمجموع الماتشين 1-0 علشان يصعد للنهائي ويقابل نادي موناكو الفرنسي اللي كان صعوده للنهائي مفاجأة لا تقل أهمية عن صعود بورتو. ولكن قبل النهائي بينجح مورينيو إنه يحصد لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي علشان يروح للنهائي ويقدم مباراة عظيمة ضد موناكو قدر يكسب فيها بثلاثية نظيفة علشان تنطلق صافرة الحجم بتحقيق المعجزة البرتغالية بورتو على قمة القارة العجوز.
first time since 1987. Porto are the champions of Europe. وبعد الموسمين اللي أقل ما يقال عنهم إنه معجزة في تاريخ بورتو وتاريخ مورينيو، الطبيعي إن الأندية الأوروبية تبدأ تتخانق على جوزيه مورينيو في الوقت ده، وكان في أندية كبيرة بتمر بتخبطات زي تشيلسي وليفربول وإنتر ميلان، ودول اللي كانوا في السباق على التعاقد مع البرتغالي. وعلى الرغم من إن مورينيو أصلاً مشجع لليفربول، لكن قرر إنه يقعد مع الثلاث أندية ويسمع العروض والخطط الإدارية، وأكتر حد قدر يقنعه هو الروسي رومان إبراموفيتش، علشان زي ما قلنا في البداية يوم 2/6/2004 بيعلن نادي تشيلسي بتعيين مدير فني جديد وهو البرتغالي جوزيه مورينيو. We have top players. I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. وبقرارات كتيرة مهمة زي تغيير مكان التدريبات وتعيين روجرز مساعد ليه، ده غير تصفية عدد كبير من لاعبي تشيلسي اللي كان سنهم كبير زي أمانويل بيتي وكريسبو وغيرهم. بدأ مورينيو موسمه الأول بعدد من الصفقات زي روبن اللي مش ناس كتير تعرف إنه لعب في تشيلسي، وبيتر تشيك وباولو فريرا وتياجو مينديز، كل دول غير الأسطورة دروجبا من مارسيليا اللي الإدارة كانت رافضة التعاقد معاه في البداية، إلا إن مورينيو أصر عليه علشان يبدأ الموسم الأول بمباراة مانشستر يونايتد اللي بينجح في إنه ينتصر فيها بنتيجة 1-0، علشان بعد 4 مباريات بس بينجح إنه يكون في الصدارة بالتساوي مع أرسنال علشان يفضل في السباق بينهم لحد الجولة 17 لما بيتقابل الفريقين في الديربي اللي بيخلص بالتعادل 2-2 علشان يدخل مورينيو الانتقالات الشتوية وهو متصدر الدوري بفرق 4 نقط. أما بالنسبة لدوري الأبطال فبينتهي دور المجموعات وهو متصدر المجموعة اللي كان فيها فريقه السابق بورتو علشان يصعد لدور ال16 ويقابل برشلونة في مباراتين أثار فيهم الجدل كالعادة، لما طلع يقول التشكيل بتاعه قبل المباراة بيوم وتعمد إنه يقوله غلط علشان يربك فريق وخطط برشلونة، وعلشان في الآخر يقدر يكسب بمجموع الماتشين 5-4 علشان يصعد لدور الثمانية ويقابل بايرن ميونخ اللي بيقدر يعدي منهم بماتشين كانوا ممتعين جدا بمجموع 6-5 علشان يصعد لقبل النهائي ويقابل الفريق اللي كان بيشجعه ليفربول، لكن في الماتشين بيفشل انه يسجل اي هدف بسبب دفاع ليفربول المميت، واللي نجحوا انهم يسجلوا هدف جدلي علشان تنتهي المباراة بخروج تشيلسي من نص النهائي. اما على المستوى المحلي بينجح مورينيو انه يكسب الدوري وكاس الرابطة، مش بس كده، ده نجح انه يعمل رقم قياسي ما اتكسرش لحد دلوقتي وهو انه فاز بالدوري وهو مستقبل 15 هدف بس، وكمان كان عمل رقم قياسي تاني بس جوارديولا حطمه بعد كده وهو ان كسب الدوري ب95 نقطة كأعلى مجموع نقاط في تاريخ الدوري وقتها. في الموسم اللي بعده 2005-2006 قدر مورينيو انه يحقق كاس الرابطة والدوري، ولكن بيفشل انه يحقق الهدف الرئيسي وهو الفوز بدوري الأبطال بعد خروجه من برشلونة في دور ال16 بمجموع الماتشين 3-2. في موسمه الأخير مع تشيلسي 2006-2007 بيحقق مورينيو كاس الرابطة وكاس الاف اي كاب، ولكنه بيفشل في تحقيق الدوري الإنجليزي في موسم إصابة بيتر تشيك، الإصابة اللي بعدته عن الملاعب لفترة طويلة بسبب كسر في الجمجمة، علشان يتأثر تشيلسي بالغيابات دي ويطلع الوصيف لمانشستر يونايتد. كمان بيفشل في تحقيق الهدف الرئيسي للموسم ده وهو دوري الأبطال لما بيخرج من ليفربول في نص النهائي للمرة الثانية بعد ماتشين قدم فيهم تشيلسي كل حاجة، لكنه ما قدرش يكسب عشان يخسر بضربات الجزاء بنتيجة 5-4. A second Champions League final in 3 seasons. علشان يقرر رومان إبراموفيتش مع مورينيو بفسخ التعاقد في شهر 8 2007، لكن كان في الاتفاق شرط غريب وإن واجهته الجاية تبقى بره إنجلترا احتراما للنادي وتاريخه معاه. مقولة مشهورة بتقول يقود القدر من يتبعه ويجر من يقاومه، وتاريخ 22 مايو 2010 أثبت لينا الجملة دي وأثرها في حياة مورينيو. بعد ما قرر الثنائي رومان إبراموفيتش ومورينيو ان الواجهه اللي جايه لمورينيو هتكون خارج الدوري الانجليزي احتراما لتاريخه مع النادي اللندني، كان لازم مورينيو يحدد واجهته اللي جايه واللي كان معروض عليه عدد من الانديه، لكنه اختار انتر ميلان. I don't need anybody from outside to establish the challenge for myself.
I established a challenge for myself. انتر ميلان حاله ما كانش يفرق كتير عن تشيلسي، هو برضو البطولة الأهم عنده تشامبيونز ليج، وده بعد ما قرر النادي إقالة مانشيني رغم تحقيقه معاهم ل3 دوري على التوالي، وتصريحات ماسيو موراتي رئيس الانتر وقتها اللي كانت عكس كده لما قال سيبقى مانشيني، لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن ذلك. Michael la mette sul secondo palo, Zlatan Ibrahimovic, è lui l'uomo della storia, è lui l'uomo della storia per l'Inter. علشان كده بيجي مورينيو بيحاول يصلح اخطائه في تشيلسي لما بيقرر التعاقد في اول سنه ليه مع كواريزما من بورتو ب 24 مليون، ومانسيني من روما ب 13 مليون، ومونتاري ب 14 مليون، وكريسبو اللي ناجح انه يتعاقد معاه في صفقه انتقال حر. ولكن رغم ال4 صفقات دول انت لسه في صفقه عايز يتعاقد معاها وبشده، وهو فرانك لامبرد اللي كان مورينيو شايف انه محتاجه معاه في مهمته الجديده. وفعلا الصفقه كانت قريبه قوي انها تحصل، لكنها بتفشل بسبب وفاه والده اللاعب لامبرد، وده وضح اكتر لما طلع لامبرد في 2010 وقال يعلم الجميع انني كنت قريبا جدا من الانتر قبل عامين وكان العرض مميز، ولكن بعد وفاه والدتي لم اكن اعرف ماذا افعل. وده شكل خيبه امل كبيره عند مورينيو، ولكنه موقفوش، وفعلا مؤتمر صحفي في الثاني قدروا انه يكسب حب الاعلام والجماهير، وده لما كان بيسالوا الصحفيين عن لامبرد وقرر انه يرد عليهم بالايطاليه ويهزر معاهم. وفعلا بيبدأ الموسم في الدوري بشكل ممتاز، وبينجح في أول 4 ماتشات يطلع بتعادل و3 انتصارات، ولكن الجمهور والإدارة ما كانوش منبهرين قوي، لأن الكل عارف إن مورينيو جاي علشان البطولة الأهم للنادي والجمهور وهي بطولة دوري الأبطال. الانتر بيقع في مجموعة سهلة نسبيا لما بيقع معاه في المجموعة فيردر بريمن الألماني وباناثينياكوس اليوناني وفريق من قبرص اسمه أنورسوسيس. ورغم سهولة المجموعة ولكن الانتر بيفنش مجموعته في المركز الثاني بعد باناثينياكوس ب8 نقط من فوزين وتعادلين، ودي كانت نتائج مخيبة للأمال شوية للجمهور. لكن على مستوى الدوري في نفس الوقت كان الفريق ناجح جدا في انه يفضل في الصدارة ويكسب الدوري الرابع ليه على التوالي، ولكن ده ما كانش مهم خالص للنادي، كل الناس كانت مركزة مع دوري الأبطال. القرعة بتوقع الفريق مع مانشستر يونايتد في دور ال16 بقيادة السير وفريق من النجوم، وبيتعادل سلبيا الفريقين على ملعب الانتر في مباراة الذهاب، ولكن في مباراة العودة بيفشل مورينيو انه يتخطى اليونايتد وبيخسر في الأولد ترافورد بثنائية نظيفة. 2-0 كريستيانو رونالدو. خسارة كانت مخيبة للأمال ووجهت شكوك كتير حوالين مورينيو اللي بيفشل للموسم الرابع على التوالي في تحقيق الأبطال. الأسئلة بدأت، هل فعلا مورينيو مدرب كبير ولا هو صاحب معجزة الموسم الواحد؟ الإدارة هنا قررت الصبر الموسم كمان على مورينيو اللي قعد مع الإدارة وكان طلبه الأول منهم مدافع واحد وهو كارفاليو من تشيلسي، وده لأنه عايز يلعب بخط دفاع متقدم ومش هيساعده في ده غير مدافع موهوب زيه. وبعد محاولات كتير من الانتر مع تشيلسي بيرفض كل العروض علشان المدير الرياضي في الانتر في الوقت ده ماركو برانكا بيقترح على مورينيو مدافع بايرن ميونخ لوسيو، وفعلا بينجح النادي في التعاقد معاه بصفقة وصلت ل7 مليون يورو. برشلونة في الوقت ده بيفاجئ الكل وبيطلب التعاقد مع ابراهيموفيتش مهاجم انتر ميلان وقتها مقابل سامويل ايتو و46 مليون يورو، والإدارة بتوافق وبتستغل المكسب المادي ده في التعاقد مع لاعبين مهمين جدا وهو تياجو موتا ودياجو ميليتو بصفقتين كان مجموعهم 38 مليون و200 ألف يورو. وبتستغل إدارة الإنتر التدعيمات الكبيرة اللي قام بيها ريال مدريد في الفريق في الوقت ده علشان يخطفوا منهم شنايدر في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، وده كان في آخر أسبوع من الميركاتو. وفعلا بيثبت شنايدر أهميته الكبيرة كلاعب، وده بعد ما ظهر مع الإنتر في ديربي ميلان في الجولة الثانية من الدوري من غير ما يشارك في ولا حصة تدريبية واحدة، وبيساعد فريقه في انه يكسب الغريم التقليدي اي سي ميلان بنتيجة تاريخية وهي 4-0. ولكن احنا اتفقنا ان الدوري مش مهم قوي بالنسبة للنادي في الموسم ده، البطولة الاهم هي دوري الابطال. ولكن على المستوى الاوروبي لما نيجي نشوف ال4 مرشحين للبطولة بنلاقي ان انتر اصلا ما كانش منهم، وهم تشيلسي وبرشلونة ومدريد واليونايتد، وده بسبب معدل الاعمار المرتفعه جدا عن الانتر وقتها واللي كانت معظم اللعيبه في الثلاثينات. ولكن مورينيو نجح انه يحول العيب ده لميزه والسبب لتشجيع اللاعبين بان ده موسمهم الاخير لتحقيق الانجاز التاريخي لنفسهم وللنادي. وفعلا بعد اول 3 ماتشات في مجموعته في دوري الابطال اللي انتهوا كلهم بالتعادل، المجموعه اللي كان فيها برشلونه ودينامو كيف وروبن كازان، بينجح مورينيو انه يكسب ماتشين من ال3 وبيصعد الانتر في المركز الثاني ب9 نقاط بعد برشلونه علشان القرعه
هتوقعه في دور ال16 مع فريقه السابق تشيلسي، وبيستغل مورينيو حفظه للاعيبه تشيلسي وبيقدر انه يكسب في الذهاب والاياب بمجموع الماتشين 3-1. علشان يخرج مورينيو بعدها ويقول هذا الانتصار جعل اللاعبين يشعرون انهم قادرون على تحقيق البطولة، وبيقابل في دور الربع النهائي النادي الروسي سيسكا موسكو اللي بيكسبوا مورينيو الماتشين بنتيجة 1-0 في الذهاب وزيها في الاياب، ويصعد بفريقه لدور نص النهائي. وهنا بتكون اللحظة الحاسمة لما بيقع امام برشلونة، الفريق اللي قلنا عليه من الاربعة المرشحين من قبل البطولة. ده غير ان انتر مورينيو ما نجحش انه يكسبهم في الماتشين اللي كانوا في دور المجموعات لما الماتشين انتهوا تعادل وهزيمة، علشان يدخل مورينيو والانتر اللقاء بتركيز كبير انهم في مواجهة فريق صعب وفي مواجهة مهاجمهم السابق ابراهيموفيتش. وهنا القدر بيدخل وبيحصل في الوقت ده ثوران بركان في ايسلندا، وده اللي خلى كل الرحلات الجوية في الوقت ده تتلغي. وهنا كان لازم على فريق برشلونة انه يسافر من اسبانيا لايطاليا على الطريق البري بالحافلة، واللي قطعت مسافة اكتر من 1000 كيلومتر، وده اللي اثر بشكل كبير على حالة الفريق ومجهوده خلال اللقاء، علشان يبدأ اللقاء ويكسب الانتر بنتيجة 3-1 باهداف شنايدر ومايكون وميليتو، علشان يبقى الانتر ومورينيو على بعد خطوة وحيدة من الوصول للنهائي والرد على كل الأسئلة اللي كانت مطروحة في بداية الموسم. وفي مباراة العودة كان اللقاء صعب جدا، وبعد طرد تياجو موتا في الدقيقة 28 المباراة ازدادت صعوبة، الطرد اللي خلى واحد زي صامويل ايتو باسمه الكبير كمهاجم يكمل الماتش كظهير. وبتمر الدقايق وبينجح بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، ولكن الوقت ما كانش كافي عشان برشلونة بيب يعادل النتيجة، وبتنتهي المباراة بمجموع 3-2. الجدار الصلب مستمر والجدار الصلب يكسب، الجدار الحديدي الدفاعي يجري مع مورينيو ويتأهل الانتر إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال. علشان يخرج مورينيو بعدها في تصريح مثير للجدل ويقول هذه الخسارة هي أجمل خسارة في حياتي، وبيصعد الإنتر للنهائي في مفاجأة كبيرة على المستوى الأوروبي. على المستوى المحلي الإنتر كالعادة بيظهر تفوقه الكبير وتصدره للدوري على الرغم من المنافسة الكبيرة من روما في الموسم ده، علشان في المباراة الأخيرة والفاصلة أمام سيينا بينجح الإنتر إنه يكسب الماتش والدوري الخامس على التوالي في رقم وإنجاز كبير جدا. منافسة روما ما كانتش في الدوري بس، ده كان الطرف الثاني في نهائي كأس إيطاليا اللي كانت مثيرة للجدل بشكل كبير، واللي نجح فيها بعد 40 دقيقة إن يسجل الإنتر الهدف الأول عن طريق ميليتو، علشان تكمل المباراة بنفس النتيجة لحد الدقيقة 88 في الوقت اللي كانت روما فيه بتحاول التعادل ومحتاجة لكل لاعب في الفريق. بيعمل توتي تدخل غريب جدا بيحصل فيه على طرد علشان يسهل مهمة الانتر في الدقائق المتبقية، وفعلا بينجح الانتر بالفوز بكاس ايطاليا علشان تكون البطولة الثانية ليه الموسم ده، وبيبدأ التفكير في الثلاثية والبطولة الأهم. ولكن في انتظار انتر كان في بطل ألماني كبير وهو البافاري بايرن ميونخ بقيادة فانخال وتشكيلة بأسماء كبيرة من مولر وروبن وشفاينشتايجر ولام، ده في ظل غياب ريبري بسبب الإيقاف. علشان في 22 مايو 2010 وبالتحديد في ملعب السانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد بتكون نقطة البداية لأهم حدث في تاريخ مورينيو والإنتر في ال5 سنين الأخيرة. الإنتر والبايرن بيدخلوا اللقاء وعينهم على نفس الهدف وهو تحقيق الثلاثية. الإنتر بتشكيلة كاملة بدون غيابات عكس البايرن اللي غايب من عنده نجم من نجوم الفريق زي فرانك ريبري. وفي الدقيقة 35 بيظهر رجل الفريق الأول في الفترة دي الحاسم دييجو ميليتو علشان يسجل الهدف الأول للإنتر. ومش بيكتفي بكده، ميليتو في الدقيقة 70 بينجح إنه يسجل الهدف الثاني علشان يأكد حصول الإنتر على البطولة الغايبة من سنين وتحقيق الثلاثية التاريخية للجيل الذهبي. أنت الفارس، أنت الكبير، أنت العريس، مبروك لإنتر ميلانو أيها الجوزي، أيها المترجم الكبير والمساعد الكبير والمدرب الأكبر. الماتش بينتهي والرد بيكون واضح للكل، مورينيو مش مجرد مدرب عادي، مورينيو هو الاسم الأبرز وقتها في العالم، وبشكل طبيعي الاسم الأكبر والأبرز بيروح للنادي الأكبر. وهنا بتظهر الجملة اللي قلناها وهو يقود القدر من يتبعه ويجر من يقاومه، لأن القدر زي ما ساعد مورينيو في إنه يكسب برشلونة في نص النهائي هو اللي ساعده في إن النهائي يكون في ملعب ريال مدريد علشان يتفرج على الماتش بريز رئيس ريال مدريد ويشوف تفوق مورينيو الواضح في الوقت ده. بريز بيخلص الماتش وبيقرر يقابل مورينيو في ملعب النهائي اللي هو ملعب ريال مدريد ويقول له جملة واحدة: تحب تكون المدير الفني الجديد للملكي؟
بعد نهائي الأحلام بين الإنتر وبايرن ميونخ في 2010 بيرجع ناراتزوري لإيطاليا علشان يحتفل بإنجاز كانوا مستنيينه بقالهم كتير. ووسط الاحتفالات دي كان في شخص مفقود، الصحافة والجماهير كلهم كانوا بيدوروا عليه لكنه مش موجود. وبعد يومين بس بيحصل الحدث اللي بيرد على كل أسئلتهم، وهو إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو. أنت البطل، أنت الفارس، أنت الكبير. مستر مورينو فعلها، مورينو كتبها، مورينو الخامسة. نجحت بالاختبار أيها الجوزي. الآن هناك فلسفة مورينية. طبعا الكل كان مصدوم ايه اللي عمله مورينيو مع جمهور الانتر وليه، ولكن الاجابه كانت واضحه للكل، محدش بيقدر يقول لريال مدريد لا. طب ايه اللي وصلنا لهنا؟ خلينا نرجع بالزمن لسنه قبل التاريخ ده ونحكي القصه من جانب ريال مدريد. في سنة 2009 بيستقيل رامون كالديرون من منصب ريال مدريد، وده بعد ضغط من الجمعية العمومية للنادي بعد تصرفاته الغريبة مع بعض أعضائه وسبوا ليهم. وبيترشح في الصيف من نفس السنة الوجه المعتاد لفترة الألفينات فلورنتينو بيريز علشان ينجح إنه يكسب الانتخابات ويبدأ في رئاسة ريال مدريد في فترته الثالثة، علشان يبدأ جيل جديد بصفقات كتير مهمة غيرت في تاريخ الكورة لحد وقتنا ده، زي كريستيانو رونالدو الاسم الأبرز في العالم في الوقت ده، والحاصل على البالون دور في 2008، وده بمبلغ وصل ل 94 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ في الوقت ده. ده غير بطل الروزينيري كاكا من AC ميلان ب 67 مليون، واللي كان واخد البالون دور برضه قبل رونالدو بسنة، والمهاجم الفرنسي المتألق جدا مع ليون في الوقت ده كريم بنزيما بصفقة بلغت 35 مليون يورو. وعلشان يكمل بيريز راح لليفربول علشان ياخد لاعب الوسط الأبرز تشابي ألونسو بصفقة وصلت ل 35 مليون يورو. وما وقفتش لهنا، ده كان في صفقات للاعيبة تانية عشان يوصل إجمالي قيمة الصفقات وقتها 253 مليون يورو، الرقم اللي هز عالم الكورة وقتها وخلى التركيز كله يروح للجيل ده. هل هيقدر يجاري الجيل الذهبي لبرشلونة وهو جيل السداسية بقيادة نجوم العالم وقتها زي ميسي وهنري تشافي وانيستا وبوسكيتس؟ علشان كده كان لازم مع كل النجوم دول يكون في مدرب تقيل يقدر يقود الاسماء دي داخل وخارج الملعب، فوقع الاختيار على مانويل بيلجريني. طب ايه يا ترى اللي حصل؟ الاجابه كانت مخيبه للامال بطريقه غريبه، وده بعد خروج ريال مدريد من دور ال 32 من كاس الملك وخروجهم من دور ال 16 امام ليون، والخساره الاكبر كانت خساره الدوري برصيد 96 نقطه بعد ما قدر برشلونه انه يجمع 99 نقطه. بيريز كان بيدور مين اللي هيقدر يقف قدام بيب، وفي وسط التفكير ده كله ظهر مورينيو بماتشين في نص النهائي بأداء بطولي أمام برشلونة، وكمان إقصاء برشلونة، ده غير فوزه باللقب على حساب البايرن. كل ده خلى بيريز واخد قراره إن المدرب اللي جاي لريال مدريد هو جوزيه مورينيو، وفعلا مش بيتأخر، وبعقد لمدة 4 سنين وبقيمة 15 مليون في الموسم كأغلى مدرب في العالم وقتها. ما قدرش مورينيو يرفض عرض بيريز، وبيتم الإعلان على المدرب الجديد للريال. وطبعا ما كانش في حاجة يعملها مورينيو في بداية تعرفه على الصحافة والجمهور الأسباني غير إثارته للجدل لما قال في أول مؤتمر صحفي: أنا جوزيه مورينيو وأنا لا أتغير، لقد وصلت بكل مميزاتي وكل عيوبي. وعلى الرغم من كل النجوم دول إلا إن مورينيو كان ليه مطالب معينة، وأبرز المطالب دي كانت كارفاليو من تشيلسي بعد ما فشل إنه يضمه في الإنتر بيرجع تاني ويضمه في ريال مدريد، ودي ماريا من بنفيكا وسامي خضيرة ومسعود أوزيل علشان يبتدي الموسم الأول لمورينيو مع ريال مدريد وهو مطالب بتحقيق كل حاجة وأي حاجة. ده غير إن الأبطال في الوقت ده كانت غايبة عن الريال من 2002 وكانوا بيدوروا على البطولة العاشرة ليهم. وفعلا الموسم بيبدأ مع ريال مايوركا وماتش بينتهي بتعادل سلبي مخيب للامال، ولكن بيبدا الفريق في الانسجام وتحقيق سلسله من الفوز، علشان بعد فوز كبير على بلباو بخماسيه بينجح انه يتصدر الدوري في الجوله ال 12 بفرق نقطه وحيده عن الغريم برشلونه. في 29 نوفمبر سنه 2010 بيكون ميعاد مناسب للكلاسيكو الاول في الجوله ال 13 من الدوري، وجمهور الريال كان عنده عقده وقتها من برشلونه، وده لان اخر 4 مباريات ما بينهم انتهت كلها بفوز لبرشلونه. الخوف اللي سيطر على مورينيو وخلاه يغير في خططه ويلعب بشكل دفاعي بالكامل، التغير اللي ادى الى خساره تاريخيه بخماسيه نظيفه في كارثه لمورينيو وبيريز والجمهور الريال. الهدف الخامس من جيفران، الخماسيه الخامسه في تاريخ البارسا بالكلاسيكو.
علشان يطلع مورينيو بعد الماتش ويعترف بغلطته في المؤتمر الصحفي لما قال هذه هي المرة الأولى التي أخسر فيها 5-0، ولكن ليس من الصعب تقبل ذلك، لعبنا بشكل كارثي. يخرج مورينيو من الماتش ده وهو جواه ندم كبير هيأثر على إدارته للمباريات الجاية وإنه لازم يهاجم وبس. وفعلا بينهي مجموعته في دوري الأبطال متصدر برصيد 16 نقطة ب5 انتصارات وتعادل وحيد في مجموعة كان فيها منافسين تقال زي اي سي ميلان واياكس. بيصعد لدور ال16 ومع مشاكل مورينيو وفالدانو المدير الرياضي بسبب عدم اقتناعه ببنزيما في الوقت ده، وطلب مورينيو متكرر لمهاجم تاني. بيقرر بريز انه يقف في صف مورينيو ويقيل فالدانو، وكمان يجيب مهاجم بديل وهو ايمانويل ايديبايور. وده اللي بيدي مورينيو احساس بالثقه من كل المسؤولين في النادي عشان يكمل مورينيو بالثقه دي ويدخل دور ال16 امام ليون اللي خرجهم الموسم اللي قبله من نفس الدور، ويستطيع انه يتخطى بمجموع الماتشين 4-1 عشان يوصل دور ال8 ويقابل العنيد اللندني توتنهام، ولكنه في الماتشين دول ما كانش عنيد خالص بعد خسارته امام ريال مدريد في المباراتين الاولى 4-0 والتانية 1-0. بيصعد ريال مدريد ومورينيو لنص النهائي، ولكن كان في انتظارهم مفاجأة من العيار الثقيل، وهو إن منافسهم في نص النهائي هو الغريم التقليدي برشلونة، وده لأنهم كانوا هيلعبوا في الدوري ونهائي كأس الملك وذهاب وعودة في دوري الأبطال، وكل ده زي ما قلنا في 18 يوم بس. بالنسبة للدوري فكان برشلونة متصدر بفارق 8 نقط مع وجود 6 مباريات متبقية، فكان لازم الريال يكسب المباراة علشان يقلل فرق النقط ده، وده اللي خلى مورينيو يغير التكتيك خالص. قرر مورينيو يلعب بألبيول جنب خضيرة وألونسو، وكمان يكون تدخلات الريال عنيفة جدا بحيث لو ما كسبتش فأنا خسرتك نجم في 3 مباريات جاية. وفعلا في الدقيقة 58 بيتصاب بيول وبيخرج، وبتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. بعد 4 أيام بس تكون مباراة نهائي كأس الملك اللي بيكمل فيها مورينيو بنفس التكتيك العنيف، وده اللي يخلي لاعيبة برشلونة تلعب بحذر أكتر خوفا من الإصابات، وإن لسه عندهم بطولة أهم ينافسوا عليها، والمباراة بتدخل للوقت الإضافي. وفي الدقيقة 103 بيرفع دي ماريا عرضية على رأس رونالدو اللي مش بيتردد في إنه يحطها في الجول ويسجل الهدف الأول والوحيد في المباراة دي، وبتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد وبطولة كأس الملك. And it's all over. Real Madrid have broken Barcelona's stranglehold. أما مباراتين الأبطال والأهم الموسم ده بيبدأوا قبل المباراة بيومين، لما مورينيو بيقول على بيب إنه دايما بينتقد الحكام حتى لو كانت قراراتهم صحيحة، وده اللي خلى بيب يخرج عن صمته لأول مرة ويقول إن مورينيو دايما بيتكلم وإنه بطل دوري الأبطال في الكلام خارج أرض الملعب. بتبدأ المباراة الأولى على البرنابيو ومورينيو مكمل في أسلوبه اللي للأسف ما نجحش المباراة دي، لأن كان في اليوم ده لاعب مركز جدا وخلاص حفظ الاسلوب ده، وهو ليونيل ميسي اللي بينجح انه يسجل هدفين، واحد في الدقيقه 76 والتاني بعدها ب10 دقايق. ميسي يراوغ ميسي 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 خلص الثاني، جولاتو 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 مع طرد للمدافع البرتغالي بيبي ومورينيو، الحدث اللي خلاص اكد ان بنسبه كبيره حلم العاشره انتهى الموسم ده. وفعلا مباراة العودة على الكامب نو بتخلص بالتعادل الإيجابي 1-1 بهدف لبيدرو وهدف لمارسيلو، وبتنتهي المباراة بخروج ريال مدريد من غريمه في نصف النهائي، علشان في 5 كلاسيكو الموسم ده مش بينجح مورينيو إنه يفوز غير في مباراة واحدة بس، وهي نهائي الكاس، وبيتعادل في 2 وبيخسر في 2. موسم كان محبط جدا للريال، خاصة مع تحقيق برشلونة الأبطال على حساب اليونايتد وكمان تحقيقه للدوري. And when everybody together give his best, the team goes into the right direction. بيبدأ الموسم الثاني لمورينيو مع الريال بتركيز كبير قوي، حتى ال4 صفقات اللي تعاقد معاهم ريال مدريد كانوا لعيبة شباب، وده لأنه كان ناوي يثبت تشكيلته ويعمل استقرار أكتر في الفريق. والشباب اللي تعاقد معاهم الريال هم نوري شاهين ورافائيل فاران وفابيو كونتراو، لعيبه كلهم في بدايه مسيرتهم لتعزيز دكه الريال مش اكتر. وفي 14 اغسطس سنه 2011 وتحديدا في البرنابيو بيبدا الموسم بمباراه كلاسيكو جديده، وهي ذهاب كاس السوبر الاسباني، المباراه اللي شهدت تنافس كبير وانتهت بالتعادل 2-2 علشان يتاجل الحسم لمباراه العوده في كامب نو. مباراه العوده اللي كانت فيها زحمه في كل حاجه، في الاجوال، في الكروت الصفراء والحمراء،
فبسبب الخناقه بين الفريقين لتدخل مارسيلو العنيف، الخناقه اللي بينتج عنها 3 كروت حمراء و8 كروت صفراء. المشهد مش بيخلص، ده بيكمل عبث لما مورينيو بيتسحب وسط الخناقه وبيروح يحط صباعه في عين تيتو فالينوفا مساعد بيب جوارديولا، والعبث ده بيكمل بخساره جديده للريال في الكلاسيكو بنتيجه 3-2 علشان يعلن بطل السوبر الاسباني وهو برشلونه. الحدث ده خلى الفريق كله مش مورينيو بس عندهم رغبه في الانتهاء من الموسم ده وتحقيق كل شيء ممكن، وده اللي ظهر عليهم في الدوري. فبعد 15 مباراة بس بيكون موجود في قائمة الهدافين للدوري الأسباني الموسم ده كريستيانو رونالدو وبنزيما اللي بدأ يكسب ثقة البرتغالي في مباراة ورا التانية. فمع الدفاع المنظم جدا والضغط العالي الممتاز من لاعيبة الهجوم والوسط كان الطبيعي تكون دي النتيجة، وهي ان في اول 15 مباراة بيكسب الريال 13 ويخسر ماتش واحد بس علشان يكون في موعد في الجولة ال16 مع كلاسيكو جديد. ورغم الاداء الهائل من الريال الا ان بيب وفريقه كانوا لسه مسيطرين على مواجهات الفريقين، وبأهداف تشافي وفابريجاز وسانشيز بينجح برشلونة ان يكسب الريال 3-1. ولكن الريال مش بيتأثر بالنتيجة دي وبيكمل سلسلة انتصاراته بعد الجولة 16، وما بتقفش السلسلة دي لحد نهاية الموسم. ولكن في النص كانت في مواجهتين ما بين الفرقتين تاني في ربع نهائي الكاس، وكالعادة في الفترة دي في مواجهات الكلاسيكو بيقصي برشلونة الريال من كاس بمجموع الماتشين 4-3. ده اللي خلى مورينيو ينفجر في لعيبته في أوضة اللبس وإنهم ما قدموش أدوارهم بشكل صحيح. على الرغم من كل ده الريال في دوري الأبطال كان ماشي بشكل أكتر من ممتاز ووصلوا نص النهائي. المرة دي مش قدام برشلونة، لا قدام البايرن. لا وكمان برشلونة خرجت من الأبطال من تشيلسي في نص النهائي الثاني، وكانت فرصة الريال هنا انه يوصل للنهائي ويكسب ال10 بعد ما تخلص من غريمه بفضل النادي اللندني. ولكنه كعادته الموسم ده ما قدرش يستغل الفرصة دي، وده بعد ما بيخرج من البايرن بضربات الجزاء عشان الريال ومورينيو يخرجوا من نص النهائي للمرة الثانية على التوالي في الموسم الحزين ده. ولكن كان في نقطة وحيدة إيجابية في الموسم ده، وهو بطولة الدوري ب100 نقطة كأكبر عدد من النقاط لبطل الدوري الأسباني في التاريخ وقتها، مع تسجيلهم ل121 هدف، وكمان مع فارق 9 نقط عن الغريم. ده غير انه اخيرا قدر يكسب برشلونة على ملعبهم في الدوري بنتيجة 2-1، وده الشيء اللي ادى امل للجمهور والإدارة وحتى مورينيو ان المشروع بدأ يشتغل اخيرا. بيبدأ الموسم بخبر سعيد جدا لكل محب الريال، وهو تقديم بيب جوارديولا استقالته وكمان تولي تيتو فالينوفا مساعده مكانه. حتى مورينيو قدر يتخلص من عقدته لان في 11 مباراة ما بينهم قدر يكسب 2 بس وخسر 5 وتعادل 4. بالنسبة للصفقات بينجح الريال في التعاقد مع الشاب الكرواتي الموهوب جدا في الوقت ده لوكا مودريتش، وكان عايز يتعاقد مع بيل لكن الصفقة تفشل. بيبدأ الموسم نفس بداية الموسم اللي فات وهو مواجهة كلاسيكو جديدة في السوبر الأسباني، ولكن المرة دي بيكسب الريال بأفضلية الأهداف خارج الأرض بعد التعادل بمجموع الماتشين 4-4. وتكملة لسلسلة الفرص المهدرة من الموسم الماضي بيهدر الريال فرصة اكتساح الدوري، وكمان بيفشل فيها لأن بعد أول 4 ماتشات في الدوري بيكون رصيد الريال 4 نقط بس، فحدث مخيب للأمال لأن الريال بيكون في المراكز ال12 مع فارق 8 نقط عن المتصدر برشلونة. لو فاكر إن دي بس النقطة الحزينة الموسم ده فأحب أقول لك إن لا، لأن كان في مشكلة للنجم الأول للفريق رونالدو، المشكلة اللي ظهرت على ملامحه واحتفالاته اللي اختفت تقريبا بعد كل هدف، وده واضح أكتر لما الصحافة خرجت سبب المشكلة دي، وهو إحساس رونالدو بعدم التقدير الكافي من الريال لأنه كان بيتقاضى 10 مليون يورو سنويا، وده نفس مرتب البرازيلي كاكا اللي كان معظم الموسم مصاب. حتى في حفلة الفيفا بيحضر رئيس برشلونة مع ميسي في الوقت ده اللي حضر فيه رونالدو الحفلة وحيدا، ده غير خوفه من عدم فوزه بالبالون دور اللي كل الترشيحات كانت بتصب لمصلحة ميسي اللي كان كسبان 3 بالون دور على التوالي وقتها. أما بالنسبة للفريق فالنتائج لسه في النازل، حتى في ماتش من الماتشات بيطلع مورينيو بعد الماتش يقول لك لقد قمت بإجراء تغييرين كان بإمكان إجراء 7، ده غير علاقته باللعيبة اللي كانت بتتدهور يوم بعد يوم، وبالذات علاقته بالحارس إيكار كاسياس اللي كان بيطلع ينتقده على أخطائه بعد كل مباراة، وده اللي خلى كاسياس يرفض الظهور في فيديو على قناة ريال مدريد لتهنئة مورينيو بعيد ميلاده، فخلى مورينيو واخد قراره وهو تحويل كاسياس من الحارس الأساسي للاحتياطي واللعب بأنطونيو أدان كحارس أساسي لريال مدريد، مع تبريره لموقفه بأن دي وجهة نظر وأن أدان أفضل. ولكن في المباراة التانية ليه بيطرد وبيضطر مورينيو انه ينزل كاسياس. كل المشاكل دي ادت لصعوبة المنافسة على الدوري اللي كان ماشي فيها الغريم برشلونة بشكل كويس جدا، وده اللي خلى مورينيو في الدوري يلعب بالشباب واللعيبة الكبيرة ويحتفظ بنجومه لدوري الابطال اللي بالنسبة له كان الهدف الاهم والامل الاخير ليه، وفعلا بينجح في دور ال16 انه يكسر يونايتد
Cristiano Ronaldo is back. علشان يتأهل ويقابل جالاتا سراي اللي بينجح انه يكسبهم برضه مجموع الماتشات 6-2 عشان يصعد لنص النهائي، واللي كان عقدة ريال مدريد ومورينيو في الوقت ده، علشان يقابل المتألق جدا وقتها يورجن كلوب مع كتيبة بلجراد بروسيا دورتموند. وعلى عكس توقعات الكل، الريال بيخسر على ملعب بروسيا بفضيحة بنتيجة 4-1، وده اللي خلى الريال يطلع من دوري الأبطال حتى من قبل مباراة العودة اللي بالفعل بيسجل فيها الريال هدفين، وبيخرج من دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي من نفس المرحلة وهي نص النهائي. وتكملة لفشل الموسم ده، فالريال بعد وصول لنهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد بيخسر النهائي في الديربي بنتيجة 2-1 علشان يكون الموسم ده هو الأسوأ للريال من سنين. وفي استفتاء عملوا بريز مع لعيبة الريال عن إقالة مورينيو، وافق منهم 16 على القرار ده علشان فعلا تتم إقالة البرتغالي العنيد من تدريب الريال، وتكون دي النهاية الرسمية للفترة الذهبية لواحد من أهم المدربين في التاريخ. يوم 3 يونيو 2013 بيقدم تشيلسي مدربه الجديد، وده بعد إقالة رافائيل بينيتيز بسبب سوء النتائج. والمدرب اللي وقع الاختيار عليه كان جوزيه مورينيو، الراجل اللي بدأ معاهم كل حاجة في 2004 واللي اتكلمنا عنه في الفترة دي في فيديو تاني على القناة. رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي وقتها، اللي كان لسه كسبان من سنة بس في الوقت ده التشامبيونز ليج الأولى في تاريخ النادي، وعلى الرغم من إنه في الموسم اللي كان لسه خلصان كان كسبان اليوروبا ليج. Chelsea in added time. It's Branislav Ivanovic. ولكن بالنسبة له ما كانش نفس أهمية البطولة الأولى أوروبيا، وده اللي خلاه بيحاول يدور على البطولة التانية بسرعة. علشان كده ما استناش على بينيتيز وقرر يعين المدرب اللي قعد معاه أطول مدة في كل المدربين اللي دربوا النادي في عصره، وهو جوزيه مورينيو. بيوصل مورينيو النادي وبيبدأ كعادته مع كل نادي بمؤتمر صحفي مثير للجدل. Are you still a special one? I'm the happy one. والجملة دي قالها وسط كلام كتير بيبين فيه حبه للنادي اللندني، وكمان نفى انه لما مشي اخر مرة كان بسبب خلاف مع ابراموفيتش، وانه رحل على النادي في المرة الاولى باتفاق متبادل بينه وبين رئيس النادي. علشان كده ينتهي المؤتمر الصحفي ويبدأ جمهور تشيلسي يحط امال كبيرة على مورينيو ويفتكر كل النجاحات اللي حققوها مع بعض في الفترة الاولى ليه. علشان يبدأ مورينيو تحضيراته للموسم الجديد بسرعة كبيرة، اللي لما جه يبص على السكواد اللي معاه لقى انه تقريبا ما عندوش وينجات تساعده غير هازارد اللي كان لسه في بداياته، ومالودا اللي كان عنده 33 سنة في الوقت ده غير كمان مركز المهاجم اللي كان ابرز اسم فيه هو توريس اللي كان اداؤه مع الفريق مش احسن حاجة. بيبدأ مورينيو التحضير لموسم انتقالات كبير جدا اتعاقد فيه مع اكتر من 9 لعيبة بمبلغ 130 مليون يورو، واللي كان رقم كبير جدا. وكان ابرز التعاقدات دي ويليان ب 35 مليون، ماتيتش ب 27 مليون، واندريا شورليه ب 25 مليون. ده غير الصفقة اللي كانت مفاجأة وهي التعاقد مع صامويل ايتو ب 22 مليون يورو. وقرر انه يخرج لعيبة برضه من الفريق كان شايف انه ملهمش دور معاه، اللي كان ابرزهم فيكتور موزيز وكيفن دي بروين. بيبدأ مورينيو الموسم وعينه على كل البطولات الممكنة، وبالذات البطولة الأهم لابراموفيتش في الوقت ده وهي التشامبيونز ليج. بيبدأ الموسم ب3 مباريات في الدوري وهم هال سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد بطل الدوري الأخير. بيكسب تشيلسي أول ماتشين بنتيجة 2-0 و2-1، ويجي الدور على ماتش اليونايتد اللي كان يعتبر أول تحدي حقيقي مورينيو في فترته الثانية. وعلى عكس كل الناس اللي توقعت إنه هيكون ماتش مليان أهداف، بيخلص الماتش بالتعادل السلبي علشان يروح مورينيو لأول تحدي حقيقي ليه فعلا، وهو السوبر الأوروبي ضد بايرن ميونخ، نفس الفريق اللي من سنتين بس قدر تشيلسي إنه ياخد منه الشامبيونز على أرضه ووسط جمهوره. ده غير إنه كمان مين مدرب البايرن الجديد؟ أيوه بالظبط كده، بيب جوارديولا، اللي كان الصراع بينه وما بين مورينيو في فترة برشلونة ومدريد كبير جدا في المؤتمرات وكل حاجة. ورغم ان كل مدرب راح في دوري مختلف، الا ان القدر قرر يجمعهم تاني في ماتش واحد، مش اي ماتش، ده ماتش ببطولة اوروبية مهمة. وده اللي خلى الماتش اصعب وخلى لعيبة البايرن وتشيلسي داخلين المباراة عندهم دوافع كبيرة ان كل فريق يحقق البطولة. بتبتدي المباراة وبيسجل توريس الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقة 8. هدف مبكر بيدي الثقة لمورينيو انه ممكن يحقق البطولة ويغلب بيب بدون اي معاناة زي ماتشاتهم اللي قبل كده. ولكن بيجي ريبري علشان يعرف مورينيو ان مش كل حاجة سهلة كده. شوفوا جوارديولا يا سيد،
علشان ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويروح الفريقين للوقت الإضافي. بيبدأ الوقت الإضافي وفي الدقيقة الثالثة منه بيسجل هازارد هدف التقدم لصالح تشيلسي اللي بيخلي جمهور تشيلسي في المدرجات يتنطط من الفرحة لحد الدقيقة 120 لما خلاص بيكون مستني جمهور تشيلسي صفارة الحكم عشان يحتفلوا باللقب الأوروبي الأول الموسم ده. ولكن خافي مارتينيز كان ليه رأي تاني. ويودي المباراة لضربات الجزاء اللي ما قدرش تشيلسي يصمد فيها بعد صدمة هدف التعادل علشان تنتهي المباراة بفوز جديد لبيب على مورينيو. عرفت البياحة والبايرن كامبيون ومورينيو يخسر كاس بطريقة دراماتيكية. الخسارة اللي بتأثر على الفريق كله في المباريات اللي بعد كده لما بيخسر ضد ايفرتون في الدوري علشان يقف مورينيو ويحاول يجمع فريقه تاني، وبالفعل بينجح وبيدخل في سلسلة لا هزيمة استمرت ل9 مباريات، وكان من ضمن الماتشات دي 3 ديربي منهم أرسنال وتوتنهام وفولهام، ده غير مباراة ضد مانشستر سيتي علشان يفوق تشيلسي بعد التخبطات اللي عدى بيها أول الموسم وينجح إنه ينهي مجموعته في الأبطال في الصدارة ب12 نقطة. ولكن على الرغم من كده خسر في دور المجموعات من بازل السويسري في الماتشين وسجل هدفين جناح أفريقي مصري وكان صاعد وقتها اسمه محمد صلاح، وخليك فاكر الاسم ده كويس. ده غير استمرار نجاح مورينيو في الدوري لما انهى الدور الاول من البطوله من غير ما يخسر من التوب 5، ولكنه خرج بهزيمتين بس من فرق غير متوقعه زي ستوك سيتي ونيوكاسل، علشان نقدر نقول ان مورينيو في النص الاول من الموسم نجح نجاح كبير علشان يدخل مورينيو سوق الانتقالات الشتويه ويسمع ان ليفربول بيخلص مع الجناح المصري الصاعد وقتها محمد صلاح، علشان كده بيقرر انه يتدخل ويكلمه ويقنعه بالفعل انه يوقع لتشيلسي في الانتقالات الشتويه مع مجموعه من الانتقالات لتدعيم الفريق زي التعاقد مع زوما من سانت إتيان الفرنسي، وبندخل لدور ال16 في دوري الأبطال وبيقابل تشيلسي جالاتا سراي اللي بيقدر إنه يعديها بسهولة بعد تعادل إيجابي 1-1 خارج أرضه وفوز بثنائية نظيفة على أرضه علشان يصعد لدور ال8 ويقابل باريس اللي كان فريق فيه نجوم كتير زي إبراهيموفيتش وكافاني وتياجو موتا. المباراة الأولى بتكون على ملعب باريس بارك دي برانس أو حديقة الأمراء، وبتبتدي بتسجيل إيزيكيل لافيتسي الهدف الأول لباريس في الدقيقة 3 علشان بعد 27 دقيقة بس بينجح هازارد انه يسجل التعادل، لكن في الدقيقة 61 ديفيد لويس بيسجل هدف تاني بس في مرماه بالنيران الصديقة يكتوي تشيلسي علشان تصبح النتيجة 2-1 لصالح باريس، علشان يجي خافير باستوري ويسجل الثالث في ليلة تألق اللاعيبة الأرجنتينيين. الأرجنتيني يا عيني! وتنتهي المباراة بفوز باريس بنتيجة 3-1. الكل خلاص بيقول ان تشيلسي خرج وان باريس في السيمي فاينل، وتفضل النغمة دي لحد ماتش العودة على ستامفورد بريدج، وفي الدقيقة 32 بيصلح ديفيد لويس خطأه في الماتش الأول ويصبح مجموع المباراتين 3-2 ويكون متبقي هدف واحد بس علشان تشيلسي تصعد، وده بأفضلية الهدف خارج الأرض. وفي الدقيقة 86 بينجح ديمبابا إنه يسجل الهدف ده علشان يصعد تشيلسي مورينيو إلى نص النهائي. حلم للتشامبيونز ليج الثانية بيقرب، ومورينيو مقدم موسم كبير جدا مع البلوز، والخصم اللي جاي فريق مش بعيد قوي عن ذاكرة مورينيو وهو أتلتيكو مدريد، الفريق المتماسك جدا دفاعيا بقيادة دييجو سيميوني. وفعلا بيثبت مورينيو ان لسه فاكر الفريق ده لما بينجح انه يتعادل من على ملعب فيسنتي كالديرون ملعب اتلتيكو مدريد في الوقت ده علشان يسهل مورينيو مباراة العودة على فريقه اكتر، علشان في الدقيقة 36 بيسجل توريس الهدف الاول للبلوز علشان يحس مورينيو ان خطته فعلا هتنجح. لكن في 28 دقيقة بس قدر سيميوني يقلب النتيجة والخطة على مورينيو لما سجل ثلاثية مرة واحدة بأقدام أدريان لوبيز ودييجو كوستا وأردا توران. علشان تنتهي المباراة بخروج البلوز من نص النهائي وترجع عودة مورينيو مع السيمي فاينل، الخسارة اللي ما أثرتش على بطولة تشامبيونز ليج بل بالعكس دي أثرت على كل البطولات بسبب التركيز الكبير على البطولة دي. ففي الدوري بيخسر مورينيو من فرق منتصف الجدول وقتها زي ساندرلاند وكريستيال بالاس وأستون فيلا،
علشان ينهي تشيلسي الدوري في المركز الثالث ب 82 نقطة بفارق نقطتين بس عن الوصيف ليفربول و4 نقط عن البطل مانشستر سيتي. حتى في بطولة الاف اي كاب بيخرج منها في الدور الخامس من البطولة بعد خسارة أمام السيتي بثلاثية نظيفة. علشان يكون الموسم الأول لمورينيو مش قادر حتى تحدده إنه ناجح ولا فاشل، فهو كان على بعد خطوة واحدة بس من كل بطولة. ولكن في الآخر بيطلع مورينيو في الموسم الأول ليه مع تشيلسي بعد العودة بموسم صفري، وده اللي زود ضغط ابراهيموفيتش عليه إن الموسم اللي جاي مفيش أعذار للحصول على أي بطولة كبيرة. بيبدأ الموسم الثاني ليه مع تشيلسي، وكعادة مورينيو لازم كل موسم انتقالات يجيب صفقة مهاجم، وفعلا بيروح يشتري المهاجم اللي خرجه من دوري الأبطال الموسم اللي فات بمبلغ 35 مليون يورو وهو دييجو كوستا، مع كام صفقة تانية كانوا مهمين برضو زي فابريجاز وفليب لويز وكوادرادو، والصفقة الجماهيرية الأهم وهي رجوع دروجبا بعمر 36 لمدة موسم واحد بس مع جوزيه مورينيو المدرب اللي آمن بيه وبقدراته وطلعه للعالم. كان في برضو لعيبة خرجت من الفريق زي لوكاكو توريس وزوما وديفيد لويز علشان يبدأ مورينيو الموسم وعينيه على اللقب الأهم ليه ولابراموفيتش في بداية خارقة قدر فيها إنه ما يخسرش أول 21 مباراة في كل المسابقات، ففي 21 مباراة قدر يكسب 16 مباراة منهم فرق كبيرة زي أرسنال وليفربول وتوتنهام، ويتعادل في 5 منهم فرق كبيرة برضه زي السيتي واليونايتد. النجاح الكبير ده خلى تشيلسي يتصدر مجموعته ب 14 نقطة بفارق 6 نقط عن الوصيف شالكا، ده غير إنه بعد 14 مباراة في الدوري كان متصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن الوصيف السيتي. النجاح الكبير ده خلى لاعيبة الفريق اكتسبت ثقة زيادة، ممكن كمان تقول الغرور اللي ظهر لما قابلوا باريس في دور ال16 للبطولة الثانية على التوالي. مباراة الذهاب على ملعب باريس خلصت 1-1، ومباراة العودة المفروض ان فرصتك اكبر للصعود، وده لانك مسجل هدف بره ارضك. بيبدأ الماتش والتعادل السلبي بيكمل، وكل ده في صالح البلوز لحد الدقيقة 86 لما بيسجل جاري كاهل هدف التقدم لتشيلسي. يعني خلاص 4 دقايق ويصعد تشيلسي للدور اللي جاي. بس هنا بقى ظهر الغرور لما ديفيد لويز بينجح انه يسجل الاول، ولكن لباريس علشان يكون مجموع الماتشين 2-2. ونروح للوقت الإضافي، وفي بداية الوقت الإضافي بيسجل هازارد التقدم للبلوز علشان يدي الفريق فرصة تانية للصعود، ولكن الفريق ما بيقدرش يحافظ على التقدم للمرة التانية علشان يبقى مجموع الماتشين 3-3 ويصعد باريس بأفضلية الهدفين، الميزة اللي كانت مع تشيلسي في بداية المباراة. الهدف الأول للفريق بينتهي بدري والإحباط بيعم على الفريق كله، ولكن مورينيو بيتدخل وبيحاول يصلح اللي باقي من الموسم، وفعلا بيكمل تشيلسي سلسلة الانتصارات وبينجح انه ينهي الدوري في المركز الأول ب 87 نقطة بفارق 8 نقط عن الوصيف السيتي. ده غير كمان انه قدر يكسب كاس الكارباو لما وصل للنهائي وفاز على توتنهام بثنائية نظيفة. علشان يكون مورينيو أنقذ الموسم شوية ببطولتين مهمين جدا للفريق، ولكن الهدف الأساسي من تواجد مورينيو مع الفريق ما تحققش للسنة دي، وبسبب العلاقة الجيدة بين مورينيو وابراهيموفيتش وكمان البطولتين اللي قدر يحققهم الموسم ده يخلوه يكمل الموسم الثالث مع تشيلسي. الموسم الثالث ومتلازمة التعاقد مع مهاجمين لسه مكملة معانا في الموسم الثالث، لما تعاقد مورينيو مع فالكاو على سبيل الإعارة من موناكو وبيدرو في مركز الجناح. وزي ما كانت بداية الموسم اللي فات خارقة، بداية الموسم ده برضو كانت خارقة بس في النتائج السلبية للفريق. الموسم بيبتدي في مواجهة على الدرع الخيرية في ديربي مع أرسنال بيخسرها مورينيو بهدف نظيف من أقدام تشامبرلين، ده غير إن أول 5 ماتشات في الدوري واللي كانوا ماتشات مش صعبة قوي ما كسبش غير ماتش واحد بس وخسر 3 وتعادل ماتش. بيحاول يرجع مورينيو فريقه لما كسب أرسنال في الدوري وكسب أول ماتش في دوري الأبطال برباعية نظيفة، وكمان كسب أول ماتش في الكارباو، ولكن ال3 مكاسب دول ما كانوش كفاية انهم يرجعوا الفريق لمستواه. فبتكمل النتائج السلبيه من خساره من بورتو في دور المجموعات، لخساره من ساوثهامبتون في الدوري، لخساره من ستوك سيتي، وخروجه من الكارباو في الدور الثاني من البطوله. وفي 14 ديسمبر 2015 لما خسر مورينيو في الجوله 16 من الدوري امام ليستر سيتي بنتيجه 2-1، لما نزل تشيلسي للمركز ال16 على بعد نقطه وحيده بس من مراكز الهبوط. الحدث اللي ما خلاش اي حاجه تشفع لمورينيو من بطولات ولا حتى علاقاته كويسه مع ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش. وبعد 3 أيام بس من الماتش بيقرر تشيلسي إقالة مدربه جوزيه مورينيو علشان تنتهي رحلة مورينيو مع تشيلسي بدون عودة. رحلة كان فيها بطولات كبيرة ولحظات سعيدة لكل جمهور البلوز، ولحظات تانية مع شوية حظ صغيرين كانوا ممكن يخلوا مورينيو المدرب الأفضل في العالم. وفي قلوب كل جماهير تشيلسي بتنتهي الرحلة، بس بيفضل قلب مورينيو متعلق بالستامفورد بريدج. في يوم 21 مايو 2016 على ملعب ويمبلي بيفوز اليونايتد على بالاس بنتيجة 2-1، وده تحت قيادة الهولندي لويس فان خال، واللي كان عقده بينتهي بعد يومين فقط من تاريخ المباراة. وفعلا بيسيب لويس فان خال النادي، ولكن الإدارة بتكون مجهزة البديل ومتفقة معاه كمان. ففي 27 مايو 2016 بيعلن مانشستر يونايتد عن مدربه الجديد وهو جوزيه مورينيو. وفي المؤتمر الصحفي الأول ليه بيقول مورينيو إنه بيدرك حجم المسؤولية وتراث النادي وتوقعات الجماهير، مؤكدا أنه ليس متوترا لأنني معتاد على العمل مع الأندية الكبيرة. وبيبدأ مورينيو استعداده للموسم الجديد بالتعاقد مع 4 صفقات كبيرة، وهم بول بوجبا من اليوفي ب105 مليون، ومختاريان من بروسيا ب42 مليون، وإيريك بايلي من فياريال ب38 مليون، زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر. الموسم بيبتدي بمباراة الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي اللي لسه محقق المعجزة وكسبان الدوري بالجيل الذهبي ليه بقيادة رياض محرز وكانتي وفاردي. وبينجح مورينيو إنه ينهي فريق الموسم الواحد بعد ما فاز عليه 2-1 وحقق أول بطولة ليه من أول ماتش. هي مش بطولة كبيرة بس تعتبر بطولة علشان يدخل اليونايتد وعينه على كل الألقاب، وده لأنه الموسم اللي قبله كان مخلص الدوري مع فانخال في المركز الخامس، فمش هيلعب دوري الأبطال، هيلعب اليوروبا ليج، وأكيد ضغط اليوروبا ليج مختلف وأقل من دوري الأبطال. بيبدأ الموسم ب3 ماتشات سهلة وهم بورنموث وساوثهامبتون وهال سيتي، وبينجح مورينيو انه يكسبهم كلهم فعلا. ولكن المباراة الرابعة كانت الأهم وهي ديربي مانشستر. ما كانتش الأصعب عشان ديربي بس، لا عشان تفتكر مين كان في الموسم الأول ليه؟ أيوة بالظبط كده، بيب جوارديولا. مهما كل مدرب غير فريقه القدر يجمعهم في ماتشات تكون مهمة ليهم والأندية بتاعتهم علشان يبتدي الديربي الأول بينهم في الدوري في 36 دقيقة بس. بينجح السيتي انه يسجل ثنائية بأقدام دي بروين اللي مشاه مورينيو من تشيلسي وإيناتشو، ولكن في الدقيقة 42 بينجح إبراهيموفيتش إنه يقلل الفارق بتسجيله هدف علشان تنتهي المباراة والديربي الأول ما بينهم بفوز سيتي بيب على يونايتد مورينيو. الخسارة اللي بينت قد إيه إن الفريق الموسم ده مستواه مش ثابت، فبعد الخسارة دي على طول بيخسر من فاينورد في افتتاحية مباريات دور المجموعات في اليوروبا ليج بنتيجة 1-0، وكمان بيخسر من واتفورد بنتيجة 3-1. الجمهور حماسه بيقل والصحف بتبتدي تقول إن قد إيه الأداء سيء ومش ثابت. وفي يوم 26 أكتوبر 2016 وتحديدا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بيقابل مورينيو فريق السابق تشيلسي بقيادة أنطونيو كونتي، والمفاجأة هي خسارة مورينيو برباعية نظيفة. كانت صدمة بالنسبة لجماهير الفريق اللي مش متعودة طوال مواجهتهم مع تشيلسي على النتائج دي، وإن دايما مباراتهم كانت فيها تنافس ما بين الفريقين. الغضب اللي سيطر على الجماهير وقتها ده غير ان ماتشهم اللي جاي في الكارباو ديربي مع السيتي، ولكن مورينيو بيحاول يصالح الجمهور ويكسب 1-0 ويخرج السيتي من الكاس في الانتصار الأول ليه على بيب من فترة طويلة. بيستمر الموسم ويصعد مورينيو في المركز الثاني في مجموعته في الدوري الأوروبي بفارق نقطة وحيدة عن فنربخشة علشان يقابل في دور ال 32 سانت إتيان الفرنسي، ويقدر إنه يكسبه رايح جاي بمجموع الماتشين 4-0 علشان يصعد لدور ال 16 ويقابل رستوف الروسي، واللي يقدر يكسبه برضه بنتيجة 2-1 لمجموع الماتشين. في دور ال8 بقى بيقابل اليونايتد أندرلخت البلجيكي ويتعادل في الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب أندرلخت، وسجل هدف اليونايتد مختاريان. وفي ماتش العودة بيقدر اليونايتد إنه يكسب 2-1، سجل الهدفين مختاريان برضو اللي كان عامل بطولة كويسة جدا علشان يكون مجموع الماتشين 3-2. في السيمي فاينل بيقابل مورينيو سيلتا فيجو الأسباني. في الذهاب في أسبانيا بيسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد علشان نستنى مباراة العودة ونشوف ايه اللي هيحصل. وفي الأولد ترافورد بيكمل راشفورد تألقه ويعمل اسيست لمروان فيلايني.
وشبه يحسم صعوده للنهائي، واللي فعلا بيصعد على الرغم من تسجيل سيلتا فيجو هدف. الجماهير هنا كانت مبسوطة بس كان صعود متوقع بطريق إلى النهائي ما كانش صعب خالص. والسبب التاني اللي كان مخلي الجماهير مش مبسوطة وهو مستوى فريقهم في الدوري. الفريق ما فيهوش أي تطورات عن الموسم اللي فات، بالعكس النتائج أسوأ، وعلى عكس أداء مورينيو أمام الفرق الكبيرة في فترته الثانية مع تشيلسي. مورينيو الموسم ده كان أداؤه سيء أمام التوب 5، خسر منهم كلهم تقريبا، سواء السيتي أو تشيلسي أو أرسنال أو توتنهام. ده حتى ليفربول اللي ما خسرش منه ما عرفش يكسبه، والماتشين خلصوا بالتعادل. الأداء السيء ده خلى الفريق ينهي الدوري في المركز السادس، في مركز أقل من الموسم اللي فات. ده غير إنه خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي من تشيلسي، وما كانش فيه غير الكارباو اللي فعلا قدر انه يكسبه بعد وصوله للنهائي والفوز امام ساوثهامبتون بنتيجه 3-2 علشان يكون نهائي الدوري الاوروبي هو الفرصه لانقاذ الموسم واللعب في دوري الابطال الموسم القادم. الطرف الثاني من النهائي كان نادي اياكس اللي خرج ليون الفرنسي وشالكا الالماني وعينه برضه على البطوله. وفي 24 مايو 2017 في ملعب فريندز ارينا في السويد اللي بيجمع الفريقين عشان نهائي كل جماهير الفريقين عينيهم على البطوله، بيبدا الماتش وجماهير اليونايتد مستنيه الامل الاخير للعوده لدوري الابطال، الانتظار اللي مطولش كتير. فبعد 18 دقيقه بس بيسجل الصفقه الاغلى في الفريق بول بوجبا الهدف الاول للفريق علشان تبتدي الجماهير تتعلق بالامل ده اكتر واكتر. وفي الدقيقه 48 بيجي نجم البطوله لليونايتد مختريان علشان يسجل الهدف الثاني، ويأكد فوز اليونايتد بالدوري الأوروبي والعودة إلى البطولة الأكبر دوري الأبطال. موسم متوسط من مورينيو، ومع نهاية الموسم اللي كانت الصحافة كلها بتتكلم عنه إن فعلا مورينيو خلاص ما بقاش من المدربين الأحسن في العالم، بل إن فترته انتهت. ولكن على الرغم من كل الكلام ده والجماهير اللي كانت جايبة آخرها من مورينيو وتصريحاته اللي كلها كانت ضد النادي اللي مش معاه، لكن الإدارة قررت إنها تلتزم بعدها مع مورينيو وتكمل معاه الموسم الجديد. موسم جديد بيبدأ مع الشياطين، وبيبدأ مورينيو في التحضير لصفقة المهاجم المعتادة، زي ما مشى لوكاكو من تشيلسي يرجع يشتريه من ايفرتون ب 84 مليون. كمان بيجيب لاعب الوسط المفضل ليه ماتيتش من تشيلسي ب 44 مليون. وكعادة مواسم مورينيو الأخيرة دايما بتبدأ بماتش ببطولة، وبما انه بطل الدوري الأوروبي فأول ماتش في الموسم هو السوبر الأوروبي أمام بطل دوري الأبطال اللي كان بالصدفة فريقه السابق ريال مدريد. مورينيو لسه مش ناسي الطريقة اللي مشي بيها من ريال مدريد بعد اجتماع اللعيبه مع رئيس النادي ضده، وده كان حافز كفايه علشان يشجع فريقه انهم يكسبوا البطوله دي. المباراه بتبدا وبيتفاجئ مورينيو من قوه ريال مدريد بعد تسجيل مدريد هدفين من اقدام كاسيميرو واسكو. بيحاول مورينيو بعدها انه يضغط عشان يتعادل، لكنه مش بينجح غير في تسجيل هدف واحد عن طريق لوكاكو. ولكن المره دي ما سمحش ان الهزيمه دي تاثر على مستوى الفريق. فبعد 12 مباراه من بدايه الموسم بتلاقي اليونايتد كسبان 10 ومتعادل مباراتين بس، علشان يحس ان الجمهور فعلا فريقه بيتطور وانه ممكن يكون كان ظالم مورينيو، لان اليونايتد بينهي دور المجموعات في دوري الابطال متصدر ب 15 نقطه. كمان بعد 12 جوله كان في المركز الثاني، بعيد عن المتصدر ب 8 نقط. بس نسيت اقول لك ان السيتي الموسم ده كان اون فاير، بيقابل اليونايتد في دور ال16 اشبيليه، وبتبتدي الجماهير تعلق املها انها هتوصل لابعد نقطه. في الذهاب في اسبانيا بيتعادل الفريقين تعادل سلبي ويتاجل الحسم للاولد ترافورد. في العوده وسام بن يدر بيكون مجهز مفاجاه لكل جماهير اليونايتد. وحده جول مانشستر يونايتد يخرج من ثمن نهائي دوري الابطال عشان يصدم كل الجماهير واحباط اكبر لكل جماهير اليونايتد او حتى جماهير مورينيو اللي خلاص اتاكدوا ان فتره مورينيو الذهبيه انتهت، وده بعد ظهور بيب وتالقه اللافت الموسم ده في دوري ال100 نقطه. بيكمل الفريق الموسم باحباط شديد لكل الجمهور، وده مش لخروجه من دوري الابطال بس، لا ده كمان خسارته نهائي كاس الاتحاد الانجليزي امام فريق مورينيو السابق تشيلسي، وكمان خروجه من دور ربع النهائي في كاس الكارباو
كارباو امام فريق بريستول سيتي. خلص الفريق الدوري في الموسم الثاني، بس كان في الاخر موسم صفري محبط لكل جماهيره. مورينيو ما قدرش ده وخرج في تصريح استفز كل جماهير اليونايتد في العالم لما قال انه فاز ب 25 لقب خلال مسيرته، لكن احتلال المركز الثاني مع اليونايتد هو احد افضل انجازاته. الموسم بيخلص، الجماهير غضبانه من مورينيو ومن الاداره اللي سايباه يكمل بعد تصريحاته دي، ولكن بيستمر مورينيو في الموسم الثالث. ولكن مع ضغط الجماهير وتصريحات مورينيو اللي مش بتهدى، فكانت بدايه الموسم كارثيه. خساره من توتنهام، خساره من برايتون، وخروج من الدور الاول من كاس الكارباو، وخساره في الابطال من اليوفي وفالنسيا، وخساره في الديربي بنتيجه 3-1، وراها خساره من الليفر بنفس النتيجه. خلت قرار اقاله مورينيو ضروري، لان بعد 17 جوله من الدوري كان اليونايتد في المركز السادس ب 26 نقطه وبفارق 19 نقطه عن المتصدر ليفربول. وفي 18 ديسمبر 2018 بيعلن النادي اقاله مورينيو من منصبه وتعيين سولشاير كمدرب مؤقت، علشان تبتدي الصحافه تكتب ان مورينيو قصته في التدريب خلاص شبه انتهت، وان افكاره بقت قديمه ومش صالحه للمنافسه على الالقاب.